السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري من مكتب النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري. تحية طيبة وبعد، عملا بحكم المادة 122 من الدستور والمادة 158 من الدستور، أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك. يرجى من سيادتكم التكرم بالنظر والعرض والإحالة للجان المختصة لفحص وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. المرفقات: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك. المذكرة الإيضاحية: توقيعات 10 أعضاء المجلس على النموذج المقدم لذلك. وقد أوردنا التعديل المقترح في مادتين كالتالي: المادة الأولى وتضمنت استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 بتغليظ العقوبة على مخالفة الحظر الوارد في صدر المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك والمتعلقة بارتكاب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. والمادة الثانية هي مادة النشر وتاريخ سريان القانون. المذكرة الإيضاحية لمشروع بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادرة برقم 181 لسنة 2018 على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين وساعة الانتشار. ويلزم حائز المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصية باختيار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، كما ينص الدستور المصري في المادة 79 على: لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافي وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. ولما كان الأمن الغذائي والدوائي للشعب المصري هو أهم مقومات الأمن القومي للدولة المصرية، والتي لا يجوز بأي حال العبث أو المساس به، لا سيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتيجية والتي تمثل الركيزة الأساسية في ملف الأمن الغذائي والدوائي، وفي ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت بها فيها سلاسل الإمداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمي تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي، وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية والتي مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزما يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائي والدوائي والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومي، وهو دور تشريعي بامتياز مكمل ومتمم للدور الرقابي للحكومة على الأسواق، وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى. وتأتي فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأي حال من الأحوال. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.